لو انت مدرب او مدرس ومستني الوقت الصح علشان تبدا البراند الشخصي بتاعك، احب اقول لك ان مفيش وقت انسب من رمضان. ليه؟ رمضان شهر القرارات الجديده، الناس بتبدا عادات جديده وبتحاول تطور نفسها، فده وقت ذهبي انك تقدم محتوى يلهمهم ويكون ليه تاثير ايجابي عليهم. وفقا لدراسه من جامعه هارفارد، بناء العادات الجديده بيكون اسهل لما بتربطها بفترات انتقاليه او مواسم كبيره زي رمضان. 2. وقت اقل، تركيز اكتر. مع الصيام السهر بيقل، القعده على الكافيهات بتقل، والناس بتقلل التشتت. عندك فرصة ذهبية تستغل الوقت ده بدل ما تضيعها على السوشيال ميديا من غير هدف. تخيل لو استغليت ساعة بس منها لبناء البراند الشخصي بتاعك. رقم 3. التفاعل في رمضان بيكون أعلى بكتير. إحصائيات الفيسبوك بتقول إن معدل التفاعل في رمضان بيزيد بنسبة من 30 إلى 40% مقارنة بباقي السنة، بمعنى إن المحتوى اللي هتنزله عنده فرصة أكبر للانتشار والوصول لعدد أكبر من الناس. رقم 4. فرصة ذهبية تبني عادة مستمرة بعد رمضان. رمضان فرصة لمدة 30 يوم، والعلوم بتقولك انك لو استمريت على عادة لمدة 21 يوم بس، فرص استمرارها بتزيد بشكل كبير. يعني لو بدأت دلوقتي بعد رمضان هتلاقي نفسك مكمل تلقائيا ومبقاش عندك حجة انك تبدأ بعدين. الخلاصة، ما تستناش لما الظروف تبقى مثالية، استغل رمضان، نزل اول فيديو، ابدأ اول مقال، قدم اول لايف، وابني البراند الشخصي اللي تستحقه. لو متحمس تبدأ، اكتب جاهز في الكومنتات وتعالى نساعد بعض.